الأمير هاشم بن عبد الله هو أصغر أبناء ملك الأردن عبد الله الثاني والملكة رانيا. لسنين طويلة عاش في ظل أخوه الأكبر ولي العهد الحسين اللي هيكون ملك الأردن في المستقبل. لكن النهاردة وهو عنده بس 21 سنة، الأمير الشاب بدأ يلفت الأنظار، خصوصاً بسبب وسامته وهدوء شخصيته. كتير دلوقتي بيوصفوه إنه واحد من أكثر الأمراء الشباب المرغوب فيهم في العالم. فمين هتكون زوجة الأمير هاشم المستقبلية؟ وطب الأمير الشاب عايش إزاي النهاردة؟ اتفرج على الفيديو كامل علشان تعرف. ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة. يلا بينا نبدأ. كتير من الناس بدأوا ياخدوا بالهم من الأمير هاشم لأول مرة خلال واحد من أهم الأحداث في العيلة الملكية الأردنية في السنين الأخيرة. فرح ولي العهد الأمير حسين ورجوة آل سيف سنة 2023، وخلال الحفل كان للأمير هاشم دور مميز. هو رافق العروسة رجوة ومشى معاها في الممر لحد المذبح اللي كان أخوه مستني فيه. كانت لحظة رمزية ومؤثرة شافها ملايين الناس حوالين العالم. لكتير من الناس دي كانت أول مرة يدركوا إن أصغر أبناء الملك عبد الله كبر، بس قصة الأمير هاشم بدأت من سنين طويلة. اتولد يوم 30 يناير 2005 في عمان عاصمة الأردن. هو أصغر طفل في واحدة من أشهر العائلات الملكية في العالم العربي. وقت ما اتولد كان والده بالفعل على العرش بقاله كذا سنة بعد وفاة الملك حسين سنة 1999. كونه الابن الثاني معناته أن طفولة الأمير هاشم كانت مختلفة شوية عن أخوه الكبير. في الوقت اللي كان فيه ولي العهد حسين بيتجهز من صغره عشان يبقى ملك في يوم من الأيام، كان هاشم يقدر يكبر في جو أهدى شوية. كان يقدر يعيش حياة شبه طبيعية ويستمتع بهواياته. زي كتير من الأولاد في سنه بدأ يهتم بالرياضة من هو صغير جداً. واحدة من أكثر الحاجات اللي كان بيحب يعملها كانت كرة القدم، وكان دايماً بيلعبها خلال سنين الدراسة. التعليم كمان كان جزء مهم جداً من تربيته. الأمير هاشم بدأ تعليمه في مدارس في الأردن، ومن ضمنهم أكاديمية الملك المرموقة، وهي مدرسة داخلية أسسها والده. اتخرج من الأكاديمية سنة 2023. حفل تخرجه كان مناسبة خاصة حضرها الملك والملكة وعدة أعضاء من العائلة الملكية. الملكة رانيا شاركت بفخر صور تخرج ابنها على السوشيال ميديا وكتبت: يا جماعة، ممكن نهدي شوية؟ الأم دي محتاجة تاخد نفسها. لحظة فخر جديدة للعائلة في حفل تخرج هاشم من المدرسة النهاردة. بعد ما خلص تعليمه الثانوي، الأمير هاشم كمل دراسته في الخارج. هو دلوقتي بيكمل تعليمه العالي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة، وبيدرس علوم سياسية وعلاقات دولية. وبكده هو بيمشي على خطى أخوه الكبير ولي العهد الأمير حسين اللي كمان تخرج من نفس الجامعة. رغم سنه الصغير، الأمير هاشم كان بدأ فعلاً يظهر في كذا مناسبة رسمية. في فبراير 2023 قام بأول مشاركة رسمية لوحده لما حضر اليوم الأخير من بطولة وطنية للألعاب الإلكترونية. وفي نفس السنة تم تكليفه بمسؤولية أكبر كمان خلال غياب والده المؤقت اللي كان في زيارة رسمية للعراق. وفي نفس الوقت كان ولي العهد حسين مش متاح، الأمير الشاب قام بدور الوصي على المملكة لمدة 24 ساعة، وهو عنده 18 سنة بس. أدى اليمين الدستورية وترأس اجتماع لمجلس الوزراء واستقبل مسؤولين أجانب. المسؤوليات دي كانت بتعكس الثقة اللي الملك بيحطها في أصغر أولاده، وبتوحي إن الأمير هاشم بيتم تجهيزه تدريجياً لتحمل مسؤوليات أكبر في المستقبل. ومع بداية ظهوره بشكل أكثر في الفعاليات العامة، بدأ الأمير الشاب يجذب انتباه أكبر. كتير من الناس بدأوا يلاحظوا مظهره الأنيق، شخصيته الهادية وحضوره الواثق. صور الأمير هاشم انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا وحققت آلاف التفاعلات. بعض المستخدمين حتى وصفوه مازحين إنه أمير ديزني بسبب وسامته اللافتة، وغيرهم سموه الأمير الساحر. وبالتالي الفضول حوالين حياته الشخصية بدأ يزيد كمان. وبما أن الأمير هاشم لسه صغير ومش متجوز، كتير من الناس بدأوا يتساءلوا مين ممكن تكون زوجته المستقبلية في يوم من الأيام. اسم واحد كان بيظهر أحياناً في المناقشات على الإنترنت، وهو ليونور أميرا إستورياس.
الإشاعات بقت واضحة أكثر بعد زيارة العائلة المالكة الأردنية لإسبانيا في 2023. خلال الزيارة دي الأمير هاشم ظهر مع والديه في الفعاليات الرسمية مع العائلة المالكة الإسبانية. بعض مستخدمي السوشيال ميديا بدأوا يتكهنوا عن احتمال وجود علاقة بين الاثنين من العائلة المالكة، خصوصاً إنهم تقريباً في نفس السن. الناس كمان لاحظوا إنه الملكة رانيا والملكة ليتيفيا عندهم علاقة ودية، وفيه ناس اقترحوا إنهم ممكن يكونوا رتبوا اللقاء ده. مع ذلك في الحقيقة ارتباط زي ده هيكون غير محتمل لأسباب كتير. الأميرة ليونور هي الملكة المستقبلية لإسبانيا، وجاية من عائلة ملكية كاثوليكية، في حين إنه الأمير هاشم بينتمي لسلالة ملكية مسلمة. وكمان متوقع إنه ليونور تحكم أسبانيا في يوم من الأيام، وده معناه إنه جوزها المستقبلي غالباً هيكون لازم يكون ليه دور جوا العيلة الملكية الأسبانية. وفي احتمال تاني كمان، وهو الأميرة جليلة بنت علي، هي بنت الأمير علي بن حسين، وده بيخليها جزء من العيلة الملكية الأردنية الكبيرة، وبالتالي قريبة للأمير هاشم. الأميرة جليلة لفتت الأنظار كمان في فرح ولي العهد الأمير حسين ورجوة السيف، واللي كتير من الضيوف لاحظوا فيها أناقتها وجاذبيتها. في نواحي كتير الأمير هاشم والأميرة جليلة باين عليهم إنهم مناسبين لبعض. هما تقريباً في نفس السن، والاثنين درسوا في أكاديمية الملك في الأردن. الأميرة جليلة كمان تخرجت من المدرسة في مايو 2023. يبدو كمان إنه عندهم اهتمامات وهوايات مشتركة كتير. الأميرة جليلة كمان ظهرت في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، وده مكان كبير ومعروف بتدريب القوات العسكرية والأمنية، وده نفس المركز اللي الأمير هاشم شارك فيه في برامج تدريبية حسب التقارير. وبجانب التشابهات دي، الأميرة جليلة معروفة إنها جميلة وأنيقة، وده بيخلي ناس كتير يتخيلوا إنها ممكن في يوم من الأيام تبقى زوجة الأمير هاشم المستقبلية. وفي احتمال تاني، وهو الشيخة الجليلة بنت محمد آل مكتوم بنت الأميرة هيا. وبما إنه هيا أخت غير شقيقة للملك عبدالله الثاني، الجليلة كمان تعتبر بنت عمة الأمير هاشم. هي دلوقتي عندها 18 سنة وبقت شابة جميلة، وعشان كده في ناس تخيلوا إن الجوازة دي ممكن تحصل في يوم من الأيام. مع ذلك العيلة الملكية الأردنية مش بتشترط بشكل صارم إنه أفرادها يتجوزوا من عائلات ملكية أو نبيلة. على سبيل المثال، الملكة رانيا نفسها ما كانتش من عيلة ملكية. اسمها قبل الجواز كان رانيا الياسين، وقابلت الملك عبدالله الثاني في سنة 1993، وتجوزوا بعدها بفترة قصيرة. رغم إنها مش من أصل ملكي، كانت متعلمة تعليم عالي، وبقت بعد كده واحدة من أكثر الملكات احتراماً في العالم العربي. مثال تاني هو رجوة السيف. هي ما كانتش عندها لقب ملكي قبل جوازها، لكن كانت من عيلة سعودية محترمة، وتجوزت بعد كده ولي عهد الأردن حسين بن عبد الله سنة 2023. أخت الأمير هاشم الكبيرة الأميرة إيمان كمان تجوزت من خارج الأوساط الملكية. في سنة 2023 اتجوزت جميل ألكسندر ثيرمياديس، وهو رجل أعمال ناجح من أصل يوناني وتولد في فنزويلا. يعني الأمير هاشم مش لازم يتجوز واحدة من عائلة ملكية بالضرورة، اللي بيهم أكتر هو إنه يلاقي الشخص المناسب، ويمكن كمان الحب الحقيقي. بس مراته المستقبلية غالباً هتكون متعلمة كويس وقادرة تمثل العائلة الملكية في الحياة العامة. في كل الأحوال الأمير هاشم لسه صغير جداً، ولسه قدامه سنين كتير يفكر في القرارات دي. دلوقتي الأمير الصغير باين عليه مركز في دراسته، وبيستعد تدريجياً لمسؤولياته اللي جاية. فأنتوا شايفين مين ممكن في يوم من الأيام تبقى زوجة الأمير هاشم المستقبلية؟ شاركوا آراءكم في التعليقات، وكده نكون خلصنا. لو عجبكم الفيديو وعايزين تشوفوا فيديوهات أكتر زيه، ما تنسوش تسيبوا لايك تحت كتعبير عن تقديركم. ولو لسه ما اشتركتوش، فأكيد هتحبوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم إشعار أول ما نزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفكم في الفيديو الجاي.